شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بيعم السلام والامن والمحبه على كل الدول العربيه والدول الاسلاميه. وفاة الفنان السوري محمد قنوع عن عمر يناهز 49 عاما إثر احتشاء في عضلة القلب جلطة قد أفجع الوسط الفني السوري مساء السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق الفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وقالت فرع دمشق لنقابة الفنانين: ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان محمد قنوع، إنا لله وإنا إليه راجعون. انا وداعا شومان لانه زعلت عليه والله، يعني انا شومان من الشخصيات اللي حبيتها. وقد شارك الفنان الراحل محمد قنوع في الموسم الدرامي 2023 بمجموعة أعمال أبرزها مسلسل العربجي بشخصية شومان التي نجح بها بشكل كبير وحاز على إعجاب الجمهور على الرغم من الشر الذي تقدمه الشخصية. وشارك أيضا في حارة القبة 3 تأليف أسامة كوكاش وإخراج رشا شربتجي، ومسلسل باب الحارة 13، وزقاق الجن بشخصية العريف حيدر، ومسلسل صبايا 6 بشخصية صافي المستوي، ومسلسل قرار وزير بشخصية هاني، ومسلسل مربى العز بشخصية أنيس. زعلت عليه من قلبي وقت اللي مات، يعني انا كنت عم بستمتع حتى بالفرجه عليه، مو بس كنت عم بستمتع وقت عم بصوره، وزعلت انه خلص تصوير، حتى زعلت انه وقت اللي راح يعني. الفنان الراحل محمد قنوع متزوج ولديه 4 أولاد هم مايا وماسا ومروان وعدنان. والفنان السوري من مواليد دمشق عام 1973، وهو ابن عائلة قنوع الشهيرة في دمشق وبالوسط الفني. والده الفنان والمخرج الإذاعي مروان قنوع، وهو خريج معهد سياحي وفندقي، عمل في الإعلان التجاري مدة من الزمن، وكانت بدايته الحقيقية مع سلسلة مارايا عام 1995 ليشارك بالسلسلة وأجزائها المتعاقبة، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1998، وشارك في العديد من المسلسلات أهمها باب الحارة، طاحون الشر، قمر شام وغيرها. ادعي لي وادعي لي هنيئا هنيئا.